السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا موجودا بجميع الإخوة والأخوات المستمعين الكرام في إطار الحلقات التي نقدمها الخاصة بشرح إعلانات ولوج مباريات الوظيفة العمومية بمختلف القطاعات. اليوم تم الإعلان عن التعبير عن الرغبة للترشيح لمباريات وظيفة الأساتذة أطول الأكاديميات لسنة 2020. فقبل ما نبداو في الشرح ديالنا كنتمنى من جميع الاخوه والاخوات اللي تيشاهدوا لا فيديو انهم يشتركوا معنا في القناه ويفعلوا الجرس ويبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالهم اللي هما مهتمين بهذه المباريات التعليم برسم سنه 2020. فاذا على بركه الله نمشيو للشرح. فاول حاجه كنبغي نشير لها يعني الاخوه والاخوات اللي غادي يشوفوا هذا الفيديو هذا. فقبل ما تفكر تسجل في هذا الموقع ديال توظيف.mim.gov.ma اللي هو تابع لوزاره التربيه الوطنيه، انك تفكر شنو هو نوع المستوى التعليمي اللي واش بغيتي تدفع، واش التعليم الابتدائي، التعليم الثانوي الاعدادي، التعليم الثانوي التاهيلي، وكذلك الجهه يعني الاكاديميه الجهويه اللي بغيتي تدفع ليها، وكذلك المديريه الاقليميه. يعني هاد النقط هادو خصك تفكر فيهم قبل ما تسجل. يعني ما تسرعوش باش تسجلوا في هذا الموقع، حيت كاين مده ديال تقريبا 14 يوم، يعني كافيه باش انه الانسان يفكر باش يعرف البلاصه فين غادي يترشح، باش من بعد ما يتندمش مع الحال، او لا يقول لك كون درت هاد البلاصه ولا عاوتاني كون درت البلاصه. يعني الانسان يفكر هو الاول عاد يدوز للمرحله الثانيه اللي هي التسجيل. بالنسبه للمراحل ديال التسجيل في هذا الموقع هذا، فهي فيها مرحلتين. المرحله الاولى اللي كتكون في التعبير عن الرغبه، وكتحدد فيها كما قلت الاكاديميه والمديريه الاقليميه اللي بغيتي ترشح لهم، وكذلك المرحله الثانيه اللي كتجي فيها هي المصادقه على الطلب، وكذلك كتجمع الدوسي وكتمشي تحطو في المديريه الاقليميه اللي وقع عليها الاختيار. فكيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الموقع اللي هضرنا عليه ديال توظيف.mim.gov.ma. فيه تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التربية الوطنية أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ستنظم مباريات لتوظيف الأساتذة الأطول الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك استعدادا للدخول التربوي 2021-2022. فعلى الراغبين في المشاركة في هذه المباريات المزمع تنظيمها خلال شهر نوفمبر 2020، يعني المباراة غتكون في شهر 11. التسجيل القبلي للتعبير عن الرغبة في الترشيح الذي سيتم حصريا عبر البوابة الخاصة بمباريات التوظيف توظيف.mim.gov.ma، وذلك ابتداء من يوم الجمعة 16 أكتوبر إلى غاية الساعة 12 ليلا من يوم الجمعة 30 أكتوبر 2020. يعني هذه هي المدة المحددة للتسجيل القبلي من اليوم 16 في شهر 10 2020 إلى غاية 30 أكتوبر 2020. يعني كما قلت لكم مدة كافية باش الإنسان يفكر يشوف نوع المسلك ونوع الأكاديمية، وكذلك معلومات أخرى يسول عليها باش أنه يدوز للمرحلة المولية ديال التسجيل. كذلك قال لنا واحد الملاحظة مهمة هنا باللون الأحمر: المرجو المحافظة على القن السري من أجل المصادقة على طلباتكم في المرحلة التالية. كما قلت لكم التسجيل القبلي فيه جوج المراحل. المرحلة الأولى كتعبر عن الرغبة، المرحلة الثانية كتدير المصادقة، وكذلك كتخرج ديك الاستمارة وكتعمر وكتجمع الدوسي عفوا، وكتدير المديرية الإقليمية كتحطو تما باش كتاخد واحد الوصل ديال الإيداع. ويسمح بالمشاركة في هذه المباريات للحاصلين على شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية وشهادة تعادلها، والمتوفرين على مؤهلات نظرية وأكاديمية مماثلة بالمسالك الجامعية للتربية، ثم شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية تخصص مهن التدريس، المستفيدين من البرنامج الحكومي لتكوين 10 في إطار تربوي في مهن التدريس. كذلك شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة في الإجازة المهنية المستفيدين من البرنامج الحكومي لإعادة تأهيل 25 في إطار شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها. هذا وفور نشر الإعلان عن إجراء المباريات من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سيكون على المسجلين فقط دون غيرهم. دائما ركزوا معايا المعلومات اللي كيديروها باللون الأحمر، يعني دون غيرهم. المصادقة على الترشيح الإلكتروني وإيداع ملفات الترشيح بالمديرية الإقليمية التي يعبرون عن الرغبة في العمل بها، وذلك داخل الأجال التي ستحدد في الإعلان. يعني بالنسبة للإخوان والأخوات اللي مهتمين بمباراة التعليم فراه ضروري يديروا التسجيل في هذا الموقع هذا، يعبروا فيه عن الرغبة بأنهم بغاو يدوزوا المباراة.
في حالة ما درتيش هاد الخطوة الأولى، في المرحلة الثانية بغيتي تمشي تعاود تسجل، إلا فات كانت 30 أكتوبر ما عندكش مازال الفرصة باش تحط الطلب ديالك. فبالنسبة للإعلان مازال ما تحطش، باش نشوفوا مختلف المعلومات الأخرى. حنا هنا غير شفنا هاد الإعلان اللي كاين في هاد الموقع هذا. بالنسبة لطريقة الترشيح، يعني كتكليكي على طلب جديد، لكن هما راه حاليا مازال ما تلقوش الموقع، حيت داير لي كان الموقع مغلق حاليا بالنسبة للمترشحين الجدد. في انتظار ان الموقع يخدم غادي نكتفيو بهذا القدر هذا. من بعد غادي ندير لكم طريقة التسجيل بالنسبة اللي مهتمين بالتسجيل القبلي، التعبير عن الرغبة في الترشيح لمباريات توظيف الأساتذة أو طول الأكاديميات. ويمكن نتمنى يكون هذا الشرح اللي قدمت يكون نال الإعجاب ديالكم، وكذلك تكونوا استفدتوا منه. كنتمنى لجميع الإخوة والأخوات اللي غادي يدوزوا مباراة التعليمات السنة هذه التوفيق، وإلى اللقاء في فيديو قادم بحول. شكرا لكم على المشاهدة. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة